سيلفي تيكا سيلفي مع نجمي ولا او سيلفي تيكا سيلفي مع نجمي ولا مليون مشاهد بتابع بيبي، مليون مشاهد بيتفاعل. هذا البرنامج برعاية فاكر بحلقة جديدة يا من سيلفي مع نجم. الليلة حرم من الحرم السودانية الدرامية، يعني له بصمة كبيرة في الدراما السودانية. أستاذنا الكبير مختار بخيت شايفينه قدامكم، مشهور بدياتر. مرحبا بك يا أستاذ. مرحبا بك، الله يديك العافية تقاسيم. يا سلام يا أستاذ. كيف إن شاء الله دائما منور يعني. اللهم آمين يا أخي. الليلة حلمي تحقق إني أنا وأستاذ دياتر في كادر واحد زي ما بيقولوا. والله أنا سعيد أكون معك. يا سلام والله يعني بلغة الدياتر بحيي الجميع وبرنامجك الجميل سيلفي مع نجم. تسلم يا أستاذ. وإن شاء الله سيلفينا دي يكون بارد إن شاء الله. إن شاء الله. يدي الناس العافية والصحة إن شاء الله. يا سلام والله. يبعدهم بطنك. أنا كنت بقول لك خش شخص الدياتر طوال، لكن ما دام خشيت أحلى حاجة. خشيت لك طوالي من عارف الناس موجودين. يا سلام سيلفي مع والله. نجم. بجد شخص الدياتر عملت بصمة في المجتمع السوداني أو في الدراما السودانية، فدائما نعرف فكرة الدياتر جاءت من وين؟ حقيقة ارجع لك مختار بخيت لو طال السؤال جاني مختار. حكاية الدياتر هي كانت في العام 2005 كأول كاسيت كان فيه حاجة اسمها بكراي. بحضرها طبعا. وكان مفترض اعمل الشريط ده اسميه اسم، فبحثت مع زميل في التراث كده ووصلنا لانه في شخصية اسمها دياتير في الثقافة السودانية، اللي هو كان هداي وكان شاعر وكان لسان حال القبيلة دياتير ده، وكان يعني عنده صيت وكده، وكانت ما في وسائط عشان تبقى تحمل كان في اطار الشفاهي. فهو كان برضه بيعمل كولينج بطريقه جميله، اللي هو لما يكون انت مثلا دياتير على حسب ما حكى لي الشفاهي بتاع الباحث في التراث، اللي هو يعني مثلا عندك مناسبه، يعني بيقول ناس المكان ده بيمر في الحله كده الليله عادي تقاسيم قال لكم زي ده عند سمايه وإذا اكلوا وشربوا معاه الغداء عليه ناس الفريق بيمر شارع. لما نيجي بشارع بيتكم ما بتقول ما انا ما دعوني ولا ما كلموني، جيرانك بيكلموه. شغال معي كمان في الحله كمان. اللي هو في دارفور بيسموه الموغاي، وفي تشاد بيسموه الموغي. يا سلام. يعني هي تجسيد لشخصيه حقيقيه. شخصيه حقيقيه وامتدادا لها وتيمنا بها انا سميته الدياتر عشان يكون حق مختار بخيت. يا سلام والله. الحمد لله. كفكره وكشخصيه ما شاء الله وضعت بصمتها في المجتمع السوداني. نعم. طيب يا استاذ الاعمال، اول نرجع قبل الاعمال، البدايه كانت بفين؟ والله هي البدايه دائما في البدايه العفويه التقليديه البسيطه. نعم. وفي البدايه المقصوده. ايوه. هي بتكون دائما عند الفنان بدايتين. صح. البدايه الاولى انت بتتورط بدخل رجلك كده وبتشوف المكان هل يا ربي هش ولا ثابت ولا يا تجيب رجلك الثانيه بتبقى دي البدايه الحقيقيه. الرجل الاولى مرات يكون فيها هدام، في زول بيقول مشى ما جاء. دي زملائنا كتار جدا لاقونا، عندنا فرق كوميديه وناس يشتغلوا معانا ومشوا. انا ما بقول لقيت الارض صلبه وثابته، لكن بقدر ما انا يعني عانيت. كان عندي اصرار بانه مشروعي ده لازم اوصله واعمله بشكل كويس واقدمه. يا سلام. فكانت البدايه في العام 93 94 بشكل هنا ما كنا قاعدين بزودك. ايوه نعم. طيب يا استاذ، دائما بقول البدايات كانت صعبه، واجهتك صعاب في البدايه، تصوير على زمان ما كان في ميديا متاحه، كان بس في تلفزيونات، في مسارح. وطبعا يعني في السودان ده ما في مشروع سهل يعني. نعم. المشروع ده اصعب حاجه اللي هو في اطار الفنون عموما، لكن في الدراما اصعب نوع، اللي هو انت يعني دائما ناس بيتكم واسرتك والمجتمع اللي حواليك بيكون حريص على انه انت تعمل مشروع عنده تفاصيل واضحه يعني. نعم. يعني دائما الاسر لو تلاحظ الطالب من تلاقيه تقول له انت لما تكبر يقول لك دكتور ضابط مهندس. ففي مهن كده اللي هي بتسيطر لما تقول يا اخي انا داير ابقى فنان. نعم. فتبقى ده رهان مع نفسك مش فاشل، لكن رهان غريب. صح. وبالذات في الالفينات، في التسعينات، في السبعينات لورا الرهانات دي كانت صعبه جدا. شديد.
فالصعوبات كانت صعبه جدا والحمد لله اجتزناها. وهو الواحد لحد الان يعني بيفتكر انه يعني ما في وصول. لا لسه الفضاء ده كل ما تمشي صح. هو بيتسع اكثر. بيتسع اكثر. طيب يا استاذ، في الميديا هسه في شباب ظهروا بيمثلوا، في صناع محتوى، في صناع غير محتوى، فانت رايك للحاجه شنو يعني؟ هو السوشيال ميديا عموما والميديا اللي هي سهله المنال اللي هو بالموبايل باي حاجه انت بتقدر تصور صورتك وبتصلها. لكن يجب انك انت زي ما انت عندك اسر وعندك ناس انك دايرك تمثلها في الشارع العام. نعم. الميديا دي هي اي زول بتصله، فانت قدمها باحترام، قدمها بمحتوى، قدمها بفهم، تناول الواقع انت توديك لقدام. عشان انت يوم من الايام لو يعني اخذت اي منحى اخر من الحياه او انت ذاتك كبرت، الحياه دي تحتز بها، يعني تقول انا عملت الشغل ده، صح، ما تخجل منه يعني. يا سلام والله. فلازم انت تفكر تصنع محتوى محترم، وما تفكر بانك انت بس داير يعني قروش او داير انك تسهر او داير تعمل يعني ترند. صح. الترند ده مشكله يا اخي، مشكله والله. يعني الترند ده بيدعو الانسان للتهتك، يدعو لك نعم. ما كويس يعني انك انت تقدم حاجتك. الترند بيجيك في محلك يوم من الايام لو انت مؤكد جواك بانه الترند ده تعمله يعني بصدق وبفهم. استاذ محسي قال بيوصل من سنه 93، يعني شوف من 93 ما في يأس، ما في احباط، الناس بتشتغل. حتى زمان ما كان في ترند، ما في اسمه ترند، لا. لكن ما كان في اصرار وعزيمه. زمان انت لما تمثل كده وتصهر في التلفزيون الدنيا كلها بتشوفك. التلفزيون ذاته يعني الاسر عندهم ابيض واسود، انا ما قديم شديد، لكن الحياه تغيرت هسه دي في الالفينات، بقت مسابقه. فانا اذكر اول مره كده ظهرت في التلفزيون واقف في الشارع كده بس داير الناس يقول لهم امبارح شفناك بس. شفتها اصلا كده درسك موقف كده ماشيين في الشارع يقولوا كيف امبارح شفتونا؟ والله واحده كده قالت لي امبارح جابكم في التلفزيون. والله انا لسه ما نمت بس بيت واحده. فكان اسي يعني بس تعمل كده ها كيف تمام ملايين يشوفوك، لكن المحتوى يا اخي ايوه رساله يعني في ناس بردمون، صح. انت شوف نفسك ردموك حاول راجع روحك. ما في ناس بردموك يقول لك يا اخي ما في قول ما زول، صح. ماسكين المثل. والله انا بفتكر كده. يعني انت ما بتلقى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عنده اعداء وكان لحد ما اغنعهم ودخلهم الاسلام. وحتى اليهودي اللي كان بيكسر له القزاز وبيجاره وبيفعل معاه فعايل لحد ما في النهايه كسبه، صح. فانت لو صادق وعندك مشروع دار تعمله حتكسب الاخرين، حتى لو ردموك، حتى لو جافوك، حتى لو اتكلموا عنك بشكل كعب. طيب يا استاذه، من المواقف الظريفه انت حكيت لنا في الشارع، بتكون في مواقف محرجه مثلا تكون ماشي مع صلاح حصل لك موقف محرج ما قدرت تتحكم فيه كده؟ والله يعني انا اذكر بمناسبه السيلفي ده، يعني السيلفي ده هو ذاته يعني من اصعب الحاجات في السودان. السيلفي ده اي زول عنده موبايل نعم بيكون داير يعمل سيلفي، وبيكون يعني يكون يعني مرات بيجوك زي 1000 نفر دايرين يعملوا سيلفي، صح. فانا اذكر في النهود مشينا السوق كده قالوا نشتغل فيه مع التامين الصحي. السوق ده سوق مندفسه، بعد ذاك الاسم انت براك عارف مندفسه بس. فمرقوا الناس كلهم دي عادل، وناس طالعين فوق وناس بيجينا دي عادل يا زول. انا حصل لي كده وبعدين دول كلهم دايرين سيلفي، والعسكري ارجع ورا يا زول، وقعوا ابويا الوطن يا زول. العسكري يضرب، قلت له يا جنابك يا اخي ما تضربوني، يا ما تضرب النازل يا زول. في النهايه كده العسكري قال لي اسمع النازل ما وقعوك الوطن، قلت له يا جنابك دي ما محبه، دي محبه سيلفي، سيلفي حرب بيني وبينك بالذات اللي خليل الغرابه ديل قوي كده سيلفي معاه غمد رقبتك بياك، تلقى رقبتك بياك. ففي واحد كده يا زول بعد ما الناس جمعون كده والبوليس وقفنا على جنب كده واخواننا سيلفي ما في سيلفي بعد الشغل جواز كده قال يا ديتر خلينا مساكين ما تدينا سيلفي يا اخي مساكين كده قبل ما كابسنا مع الناس عليك السيلفي يا اخي. قلت له يا زول جدا يا زول ما في مشكله، الزول ده ناديه يلا راح قال لي لا بالموبايل حقك. انا ما عندك موبايل جدا، طلعت موبايلي من دون خنق قلت له الرقم كده نحول لك الصور دي، قال لي لا خليها معك. النجم هو مش معنا خليته معي هسه كل مره يا سلام يا استاذ يا
لا له يا اخي والله ده خليها معاك يعني. للزمن مش خليها للزمن. لا ده مالك والله. حسيت ان شاء الله صور لحظه تكون قاعده بس. صور لحظه قاعده. اي قاعده في واحد كده برضه مره كده انا برسل له رساله وقام ركب معي عربيه كده وحصل منظر ما دي قام اتصور معي السيلفي. وبعدك بعد ما نزل عندي قريشات كده جاسفه والسيلفي قاعد جاسفه من العربيه بجي انا اقدمه قدام كده معي فجاسف القريشات لكن السيلفي قاعد معي. يا سلام والله يا سلام. السيلفي بتاعه قاعد. يا استاذ الفرقه اللي دخلت فيها الفرقه الكوميديه هسه حاليا ماسكه المساحه يعني ناس تيرا وناس حنبري وبتاع انضمت لي الفرق دي. انا حقيقه الفرق دي هي في المكون الثقافي السوداني. نعم. بتاع الدراما بيسمى بمسرح المنوعات. وتأسست في العام 89 88 87 في جامعة الفرع. جامعة القاهرة الفرع. في الفرع ده أول مجموعة كانت اتعملت الجو الرطب وبعد ذاك في هيئة حلمنتيش العليا اللي هي كانت في جامعة الخرطوم. وكانت هي بتقدم يعني خطاب نقدي وشعر حلمنتيشي كده للنواقص اللي بتتم للطالب في الجامعة ومرات بتعمل نقد سياسي ما صعب داخل محيط الجامعة. فانتقلت مشت برا بقت عندها محبين ومريدين وكده. فاتصلوا عليه مجموعة الهيلا هوبا انه يا اخي دارينك تقيف معانا تعمل لنا دراما داخل المجموعة دي وكده. معايا المرحوم مجدي النور انتمينا لهم وهو كان مخرج اخرج العرض وكده. فقدمنا عرض سافر ربيع برا السودان مشي من مناطق البترول. بعد ذاك ثاني ساهمت في تاسيس مجموعه اسمها تعتيبه مجموعه اسمها سمار وهم محبوبين وعندهم جول وعندهم قدرات سمحه جدا وكرياتيف يعني خلاقين جدا يعني ناس الفرق الكوميديه دي. فقط ما عندها منهج ده الشيء المؤلم بالنسبه لي. الدراما دي انت بتدرسها وعندها منهج وعندها ميزان محدد وعندها اسس يعني انت بتقرا بخشبه المسرح مقسم الى كم مدخلك كيف تعمل تغمس الشخصيه الابعاد الثلاثه للشخصيه يعني في علم انت هنا بتركز عليه. لكن دي هنا قامت على الشفاهي ولو انقرضت حتنقرض في الشفاهي برضه. ما حتكون عندها اسس عشان يجي جيل ثاني يستلم منهم ويودي المزرعه لقدام. صح والله. ده الشيء اللي انا مؤلم بالنسبه لي يعني. لكن دي الناس مبدعين وفنانين وعندهم قدرات انه يضحكوا الناس بشكل جميل يعني. يا سلام والله. طيب شخصيه الديتر الرؤيه المستقبليه ليها شنو يعني؟ الديتر يعني احنا بنفتكر انه يعني الانسان مرات بيمشي بالتلقائيه والسجيه دي لكن بيحاول انه يعني كل مره يتجاوز الحاجه اللي عملها عشان يمشي لقدام يعني. نعم. ما يسمى بربيع العمر او منتصف العمر. نعم. انت بتحاول تقدم بطاقه اعلى. صح. لكن بعد ذاك بتجي المرحله بتاعت ان انت عندك قدرات ذهنيه وقدرات بتاعت وعي وبتعرف انك انت تعمل شنو 200 وكيف. ما يسمى بالخبره والوعي الزايد بالنسبه صح. للدراما وكده. صح. فالان انا محيط السودان قدمت فيه والمدار نعبر بالشخصيه بتاعت الديادري دي لبر السودان يعني. ان شاء الله تكون شخصيه عالميه ان شاء الله. والله لقيت شخصيه عالميه ولقيت غول خارج السودان وداخل السودان. فقبل ما نختم حلقتنا دايرين حاجه كده الديادري لكن ما في دقاسين. ما في قال لها هاي في بلدنا غرب السودان الزول كان سافر لعشرات السنين قاعد له في مكان بعيد ينجم دخلته في الفريق بيسلم على الناس فردا 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 فردا. عبد الله ادم سافر عشرات السنين دخلته في الفريق بيلاقي ود قصاص الاثر وحكاي يحكي ليك تفصيله ماذا حدث من بعدك بعد غيابك وانت كنت بعيد حتى تندمج في الفريق. العرس ياتوه تبارك له المات هو ياتوه تدي اهل الفصحى ياتوه جابوا له جنى ياتوه عشان ما تكون ملام من بين الناس. وتقصات بيلاقيك بطرف الفريق وحكاي يتلاقوا هو عبد الله ادم كيف حالك ان شاء الله طيب الله يبارك فيك الحمد لله ما شاء الله الله يبارك فيك ما شاء الله. وتقصات سافرت ما شاء الله قعدت الحمد لله عبد الله ادم جيت من بلاد برا ما شاء الله وشك بقى ابيض ما شاء الله شربت لك المي بارد اكلت لك ايس كريم رغيفك وقالوا ما شاء الله ان شاء الله يديك العافيه بارك الله فيك الحمد لله. واندمج في الفريق وسلموا عليه وسلم على احوال الناس فردا يعطيكم العافيه. يا سلام والله يا وانا عندي في كل حلقه باخذ سيلفي مع النجم للذكرى فناخذ سيلفي مع استاذنا كبير يا سيلفي تيكا سيلفي مع نجمي ولا سيلفي تيكا سيلفي مع نجمي ولا
مليون مشاهد بتابع بيبي، مليون مشاهد بيتفاعل.